الجميع كان ينتظر كيف سيظهر هذا المدرب بعد حقبة وليد ركراكي التي كانت مميزة للغاية مع منتخبي المغرب، وصل فيها لأبعد ما يمكن على مستوى كأس العالم الماضية وأيضا في نهائي كأس أفريقيا الماضية. هل تشعر بأن محمد وهبي كان تحت ضغط أكبر من قبل الجماهير المغربية، خصوصا بأن التركة الموجودة محمد وهبي من وليد الركراكي كانت ثقيلة للغاية؟ طبعا أي مدرب ليس فقط محمد وهبي، عندما يصل مدرب مع منتخب إلى نصف النهائي طبعا ترتفع الأمال كذلك، لأنه مدرب كما قلنا درب فقط على مستوى الفئات السنية، كما قلنا بطل العالم مع أقل من 20 سنة، لكن أنا يعجبني فكره ويعجبني طريقة لعبه وأسلوبه وشخصيته كمدرب في عملية الاختيار، في عملية الآن كان عملية اختياراته لبعض اللاعبين والاستغناء على بعض اللاعبين آخرين، جايب معاه لاعبين صغار السن كانوا معاه متواجدين في المنتخب لأقل من 20 سنة، بوعدي كذلك 18 سنة، استغنى على اللاعبين اللي كانوا أساسيين لسنوات، وهذا شيء طبيعي، هذه سنة الحياة. طبعا حتى كابتن يوسف علاقته مع اللعيبة ممتازة طبعا. شوف هو دائما اي مدرب اساس النجاح تكون هذيك يكون التفاهم ويكون صريح مع اللاعبين، يعني بعض اللاعبين انت عندما تريد منه اشياء تكون صريح معاه حتى تكون ردة فعل اللاعب على ارضية الملعب تكون ايجابية. في عملية اختياراته كما قلت العديد من اللاعبين، يعني كان هناك بعض الانتقادات على بعض اللاعبين في عملية اختيار المجموعة، لكن أنا في اعتقادي مدرب عنده فكر، عنده أسلوب، عنده شخصية، ودائما كما قلت لك الأداء المنتخب هو يعكس شخصية المدرب. طبعا هناك احترام، هناك نظام، هناك أسلوب، هناك طريقة لعب، طريقته للعب دائما هي واللي يعجبني فيه أكثر عبد العزيز في أول مباراة في كأس عالم مع منتخب البرازيل وتلعب بهذيك الطريقه وامام كارلو انشيلوتي يعني المدرب في الجهه المقابله طبعا، واللاعبين كبار وتلعب بهذا الاسلوب بهذه الطريقه وتضغط على البرازيل منذ البدايه وتحاول امكن تضغط عليهم وتفتك الكره وتخلق الفرص وتسجل الاهداف. هذا يعطيك طبعا المدرب ما يخافش، وانا احب نوعيه المدربين. نعم. يلعب الكره ويلعب يطبق فلسفته على ارض الملعب. انا اسمع لي السيد محمد وهبي مدرب منتخب المغرب بعد هذا الانتصار. السلام عليكم. بالفعل سجلنا مبكرا ولكنهم لم يريدوا أن يجازفوا، كانوا يعرفون أن التعادل كان يكفيهم ويؤهلهم، وبالتالي قالوا سنحافظ على الدفاع من دون استقبال الهدف الثاني، وفي الأخير نحاول في الدقائق العشر الأخيرة، وهو ما فعلوا، لكننا دافعنا بشكل جيد وكنا نريد أن نغلق المباراة، لأننا كنا نعرف أن كل كرة ضائعة ستعطيهم فرصة للضغط علينا، ولكننا تعاملنا بشكل جيد مع الأمور وحافظنا على نفس البنية في الشوط الثاني، وسمح لنا أن نخرج بالكرة وأن نكون أكثر في العمق، وكانت لدينا فرص، كان علينا أن ننهي المباراة مبكرا ونرتاح في العشر دقائق الأخيرة، ولكن أنا راض صراحة لأنها لحظة مهمة، لن نقول إنها صعبة لكننا عانينا بعض الشيء، كان علينا أن نبذل جهودا وهذا يقوينا في وجه المباريات القادمة، لأن اللاعبين يعرفون أن كرة القدم كلها مجهودات وعليك أن تقوم بها. ماذا كان يقلقكم أو يزعجكم أن الفريق لم يسجل الهدف الثاني؟ كان يقلقك هذا؟ لا قلق وانشغال، لا ما رأيته وأنني رأيت الأمور بإيجابية. أنا مقارنة بالمباراة الأولى حتى في المباريات الودية رأيت حضورا أكثر في منطقة جزاء الخصم، وتنقصنا وقت الترجمة وسنتطور وسوف نسجل أهدافا أكثر، ولما تسيطر على المباراة وتسيره كما فعلت وتفوز ولو بهدف واحد، فسأقول لك الفارق فقط هو أنه العشر دقائق الأخيرة كانت مقلقة، بعض الشيء تفرض علينا بعض التساؤلات، لكن الأمر لم يكن خطيرا، لدي 3 نقاط وأنا راض 4 نقاط إلى الآن، لنقول أنكم قريبون من التأهل. المباراة الثالثة ضد هايتي ستضعكم في موقف جيد ربما لصدارة المجموعة. هذا هدفكم؟ لا، أنا أقول دائما أنه علينا أن نتأهل، ولما تتأهل ستبحث عن الهدف الموالي وهو صدارة المجموعة. إذا كنا متأهلين من التأهل فسنبحث ونفكر في الصف الأول، الهدف هو أن نفوز في المباراة، نريد أن نفوز.
وننتظر ما يفعله البرازيل. سنلعب ضد فريق قوي جدا هايتي، رأيناهم كيف لعبوا ضد اسكتلندا. علينا أن نحترم كل الخصوم، ونحن سنستعد بأفضل طريقة ممكن لكي يكون أداؤنا جيدا وأن نفوز، ونتمنى أن نكون في الصدارة. علينا أن نفوز، إذا فزنا سنتأهل، وإذا كنا في الصدارة أفضل. سمعنا لمحمد وهبي مدرب منتخب المغرب. قولت عقلية رائعة لهذا المدرب، استلم زمام الأمور مع منتخب المغرب تحت 21 سنة، حقق كأس العالم مع جيل شاب كما تحدث كابتن يوسف. يتحدث بطريقة إيجابية بأنه يرى كل شيء إيجابي على مستوى منتخب المغرب، ويعي تماما نقاط الضعف الموجودة لدى منتخب المغرب خصوصا على مستوى خط الهجوم. تحدث بأنه رأى الهجمات أكثر من لقاء منتخب البرازيل، لكن ينقص الترجمة بشكل أكبر أيضا مع منتخب المغرب، ويجب أن نكون إيجابيين. تحدث بأن الإيجابية يجب أن تكون حاضرة مع لاعبي المغرب لأن المرحلة مهمة. كما تحدث بأنه الهدف الآن التأهل في صدارة المجموعة، وأن أيضا من جانب آخر التأهل يأتي بفكرة أخرى وبأهداف أخرى، وبالتالي هو يلعب على مستوى المرحلة وواقعي أكثر مع منتخب المغرب. C'est un coach qui est conscient de la difficulté de jouer en mondial. صعوبة اللعب في العالم، ولو أنها أول مسابقة له، إلا أن لديه التجربة على مستوى من دون 20 سنة، لكن الأمور مختلفة، لكنها كأس عالم، وهو على وعي بهذا الأمر، ويعي أيضا أن فريقه يخلق فرصا كثيرة للتسجيل، ويعرف أنهم سيستمرون في التحسن أثناء هذه البطولة، وهذا أمر طبيعي ومنطقي، لأنك لما تبدأ كأس العالم فأنت تخاف من الهزيمة في أول مباراة، بعد ذلك لما تفوز فلديك الفرصة لتطور أكثر في المباراة الثالثة، ولتأكيد ما أظهرته في المباراتين الأوليين والحضور في الدور القادم، مع إمكانية إنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة. هذا مدرب أحترمه كثيرا لأنه هادئ دائما، خلق مجموعة اللاعبين حوله متلاحمين يعيشون معا ويتعايشون معا، يلعبون كرة قدم جميلة، وكما يقول هو اليوم رأى بأنهم خلقوا فرصا أكثر وكان حضورهم أكثر في منطقة جزاء الخصم، وهذا هو الأهم بالنسبة للمدرب، لأن المسابقة فيها مباريات كثيرة وأنت تتحسن. لا تسجل أحد الآن، هذا صحيح، عليك أن تسجل أكثر، ولكن المهم أنك تخلق الفرص بشكل متزايد وخطورة على الخصم، وهذا مهم جدا، وهو على وعي بأن الفريق عليه أن يتحسن على مستوى الحضور أمام المرمى والتسجيل، وهذا سيحدث في المباريات القادمة. لفت انتباهي منذ قليل كابتن يوسف الخارطة الحرارية لمنتخب المغرب. نشاهد بأن المنتخب المغربي يعتمد بشكل كبير وأساسي على الجهة اليمنى وهي جهة أشرف حكيمي، بينما الجهة اليسرى قد تكون دفاعية أكثر وهي جهة مزراوي، مما يجعلنا نتساءل هل سيعتمد محمد وهبي بشكل أكبر على الجهة اليمنى؟ ودائما أنت تستغل نقاط القوة ديالك، نقاط قوتك دائما هي في الجانب الهجومي، الجهة اليمنى، لأن دائما كما قلنا حكيمي عنده نزعة هجومية وعنده لياقة بدنية وسريع، ثم دائما يساند ويسجل أهداف. لكن هناك توازن، هذا اللي يعجبني اليوم. توازن أين؟ قلنا إنه لاعبين ماشي مع بعض يصعدان، لا، عندما يصعد أكثر حكيمي يبقى كمدافع ثالث، مزراوي مع ديوب ومع رادي شادي رياض، وهذا اللي يعطي التوازن في الفريق. لكن يبدو بأن مزراوي مرتاح أكثر في الدفاع، أشرف يتقدم بشكل أكبر ومتكرر. توازن، نعم، توازن أكثر، لأن شوف حتى اللاعب الخنوس يقدم يعني الناحية الهجومية ما شاهدناش أكثر مزراوي، لكن دفاعيا كان ممتاز. لما بعض الأحيان حتى المدرب يبني أسلوب طريقة لعب على إيجابيات فريقه وعلى إيجابيات المنافس كذلك. المنافس كانت قوته بعض الأحيان تكون في الجهة اليمنى، وبالتالي تكون هناك تعليمات لمزراوي مثلا لعدم التقدم أكثر، يخلي أكثر الحكيمي معه هو دائما يبقى باش يعطي لك توازن في الدفاع مع لاعبي وسط الملعب. أنا بغيت نتكلم اليوم على العناوي، نايل العناوي اللي اليوم صراحة لاعب ما شاء الله قدم مباراة كبيرة على المستوى استرجاع الكرة، مستوى التقدم، ركض، أنا في اعتقادي أكثر لاعب ركض على أرضية الملعب، سدد على المرمى، دائما ما يتقدم، وهذه ميزته أنه لاعب بوكس تو بوكس،
لاعب بوكس تو بوكس، يحتاج اول شيء لياقه بدنيه، عنده المهاره وقوي في افتكاك الكره. مع بوعدي طبعا، بوعدي كذلك اللي قدم مباراه كبيره اليوم في عمليه السيطره على وسط الملعب، في عمليه بعض الاحيان الهدوء، في عمليه عدم ضياع الكره، في عمليه تهدئه اللعب. بعض الاحيان هناك كان استحواذ كبير اليوم يحسب. الشوط الاول كان 70%، الشوط الاول كان استحواذ. لو ما شاهدناش المنتخب الاسكتلندا بقى متراجع في الشوط الثاني. كان هذه الاستراتيجيه المدرب كلارك، انه الشوط الاول ما يتسجلش عليه هدف او على هدف واحد ويبقى بنفس الطريقه يدافع بها، لكن الشوط الثاني يمكن 20 دقيقه يحاول يتقدم بعض الشيء، يخطف هدف ويرجع يعاود. هذاك بدل العديد من المهاجمين، اضاف اسماء هجوميه ستيف كلارك من كلاسيكو. اضاف نعم، اضاف، لكن 10 دقائق الاخرى كان بعض الاحيان يعني كانت بعض الخطورات، لكن كما قلت لك المدافعين اليوم خصوصا راد شادي قدم مباراه كبيره اليوم، الى العناوي كذلك، مزراوي كذلك كان دفاعيا جيد. ديوب عليه ان يتحسن اكثر، لانه الى غايه الان لا زال هي النقطه شويه متخوفين منها اكثر في المنتخب. مع بعض الاحيان علينا ان نكون ايجابيين ونكون جماعيين، خصوصا في استغلال الفرص، خصوصا دياز اوكي لاعب مهم، لاعب كبير، قدم تمريره حاسمه، لكن بعض الأحيان عليه أن يكون جماعي وأن يساعد زملائه، يعني يسجل هو أو لاعب زميله، تخدم المجموعة أفضل. استمع لي أنغوس غان حارس مرمى منتخب اسكتلندا بعد هذا.